السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد ماتش مصر ونيوزيلندا في السريع كده عشان ورانا شغل الساعة 6:30 دلوقتي، الماتش لسه خلصان من نص ساعة. رحلتي من جونين عبد الرحمن فوزي اللي محدش شافهم، محدش عارف عنهم حاجة، سمعنا عنهم بس مفيش أي سجل ولا أي حاجة في السجلات. خلينا نشوف الجونين بعينينا. لمجدي عبد الغني وتحنيط الكورة، هيكتور كوبر وباسل صلاح، لأول انتصار في تاريخ كأس العالم. انا من الجيل اللي حضر اول انتصار لمصر في تاريخ كاس العالم. الحمد لله والله الحمد، مكسب مستحق نستحقه. مكسب صعب من فرقه كويسه. نيوزيلندا ما طلعتش سهله زي ما كان كل الناس عارفه. اللي بيتفرج على كوره كتير وخصوصا الدوري الانجليزي وي وي ويعرف مثلا كريس وود، يعرف كام لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي. لا، احنا عارفين ان نيوزيلندا عندها دي غير اللي كانت بتلعبنا هنا في العاصمه الاداريه. المنتخب ده غير ده خالص، فاهم؟ الشوط الاول احنا ما جيناش، ما كناش موجودين، احنا ما اتحركناش اصلا من القاهره، يعتبر اصلا ما سافرناش امريكا. يعني زي ما تقول رحنا لعبنا ماتش بلجيكا ورجعنا هنا القاهره تاني. الشوط الاول مش موجودين، معظم اللعيبه مش موجوده، مش تحس ان فعلا كان في حاجه غلط، باستثناء اوفا بصراحه. يعني اوفا الشوط الاول شال كورتين برده صعبين قوي. اوفا عامل كاس عالم تاريخي يا جدعان بصراحه، يعني بمرد الله بعيد عن الانتماءات. احنا كلنا في ظهر المنتخب، واللاعب اللي يلعب للمنتخب ايا كان بيلعب في نادي ايه، احنا بنشجع مصر. نتفق نختلف، اهلي وزمالك دي بقى بعيد عن الماتشات الدوليه بقى يعني. ده كلام كده اركنه على جنب طول ما المنتخب بيلعب يعني. اوفا عامل ماتش جامد قوي 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 بصراحه، يعني البطوله جامده قوي من اوفا، الماتشين الاثنين ورا بعض جامدين قوي من اوفا. الشوط الثاني احمد فتوح، محمد هاني، محمد صلاح، رامي ربيعه لما نزل، مهند لاشين، فرقوا جامد قوي، فرقوا جامد قوي 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 في الشوط الثاني معانا بصراحه، فرقوا جامد قوي قوي. وزيكو، زيكو جاي من اخر الدنيا يا جدعان، هو ده زيكو. زيكو جاي من اخر الدنيا يا جدعان، يعني يا لهوي يعني. فالشوط الثاني اللعيبه دي فرقت معانا طبعا. مع حسام حسن ما نقدرش ننكر دور حسام حسن. حسام حسن مهما اختلفنا ومهما قلنا، بس لحد افريقيا اللي فاتت، يعني مع دخولنا افريقيا اللي فاتت بدا يديك بوادر ان انا مدرب. انا واحد من الناس ما كنتش شايف ان حسام حسن مدرب قد ما هو جرينتا وروح وحماس، وانزل وخبط ودبدب وزعل اللعيبه انا كنت طول عمري شايف حسام حسن كده. حتى لما كان بيدربنا احنا في الزمالك، يعني كنت شايف حسام حسن كده، هو جرينتا اكتر من هو فني، يعني كنت شايف كده. لحد افريقيا اللي فاتت لقيته بدا يحترم امكانياتنا، بدا يلعب على امكانياتنا، بدات احس ان احنا عندنا مدرب. انا بكلمك بمرد الله، وهو عنده بدا يبقى عنده فكر. عندنا اختلاف، انا عندي اختلافات معاه في اختياراته، في اوقات عندي اختلافات معاه في ماتشات بيديرها، ده طبيعي. بس حسام حسن الماتش بتاع بلجيكا وماتش النهارده الشوط الثاني خصوصا بتاع ماتش النهارده على اجمل وجه. حسام حسن اثبت ان لا، انا مدرب وعندي تكتيك وبعرف اخد الماتش، اسير الماتش زي ما انا عايز. ولو غلطت ببدا اصلح، زي خروج حمدي فتحي. ما اظنش ان حمدي فتحي خرج مصاب، ما اعتقدش. فعرف يعدل، عرف يلم فرقته، التغييرات كلها كويسه. بعد ما تقدمنا 2-1 ما دافعش. الناس كانت في ناس كتير خايفه ان هو يدافع ويحافظ على النتيجه، لا هو ما دافعش. هو بالعكس راح منزل تريزيجيه ومنزل حمزه عبد الكريم، وهو بيقول ان انا عايز اجيب الثالث. واحنا كنا فاقدين الحته دي، يعني احنا كنا فاقدين الحته دي. فحسام حسن بيثبت في كاس العالم ده انا مدرب وعندي خطط وعندي تكتيك، وبعرف ادير مباريات، وبعرف اتحكم في مجريات المباريات كمان. ماتش على مجمل الشوطين كنا كويسين جدا، كنا نستحق المكسب، نستحق الفوز. واربع تجوان ولا ثلاث، الا الرابع ضاع من زيزو. الثلاث تجوان جمال جدا. جون زيكو الكره خدمتنا، بس العرضيه من هاني حكايه، الكره خدمتنا خدت جون بس هاني. والجمله اللي قبلها لا، جامده قوي. محمد صلاح كام باك يا ملك، كام باك، ويلكم تو ايجيبت. محمد صلاح البطوله دي وبطوله افريقيا اللي فاتت، حسيت انه بقى شبهنا خلاص. هو بقى بينزل يلعب بالروح بتاعتنا، بيموت نفسه. صلاح قبل كده في فترات كبيره قوي في المنتخب تحس ان هو بيلعب من غير نفس، شغل ان هو بيتقاعس. يعني مش احنا اللي هنتكلم نقول ان صلاح بيتقاعس ولا ما بيتقاعس يعني، بس تحس ان هو بيلعب من غير نفس. مش دي الاجواء اللي انا عايز العب فيها، مش دي، لا. في بطوله افريقيا وكاس العالم، لا، محمد صلاح ملك 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 الكره المصريه. بص، احنا ممكن نختلف ونتفق على راينا فيه كشخصيه، وبس ككوره محمد صلاح هو اسطوره مصر. اللي ما جاش ولا يجي زيه خلاص، يعني هي دي واخده ختم، فمش هنعرف نتكلم فيها.
جون تاني ماركة محمد صلاح، ماركة الدوري الانجليزي. محمد صلاح تحس ان هو قاعد عمره كله في مصر بعد اعتزال ابو تريكه. ابو تريكه اللي دايما كان بيعمل له اسيستات يعني. تحس ان بعد اعتزال ابو تريكه كان بيدور على حد يعمل معاه دي، بيدور على حد يعمل معاه ده. لا، في زيكو. جون واسيست صلاح، جون واسيست زيكو. زيكو يصبح اول لعيب مصري يجيب جون ويعمل اسيست في نفس المباراه. محمد صلاح الثاني جاب جون النهارده وعمل اسيست. محمد صلاح اصبح الهداف التاريخي، 3 اجوان بعد عبد الرحمن فوزي اللي احنا مش شايفين، ما شفناش اجوانه. ومحمد صلاح على بعد جون واحد ويعادل مدربه حسام حسن، يبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر. الحمد لله ولله الحمد. استحقينا المكسب. وانا فرحان قوي ان انا حضرت اول انتصار لمصر في تاريخ كاس العالم باداء ونتيجه ونتيجه كويسه. 3-1. مش كسبان 1-0 ولا 2-1، لا 3-1. ومفيش منهم ولا جون ضربه جزاء. اخر حاجه، عمر مرموش لو حد يعرف هو بيعمل ايه يجي يقول لي، عشان انا مش عارف لحد دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.